مواطن إلا تزوجتي تمشي للحبس، المرأة لا تقوم بدورها، والبنات مفشحين بزاف والسبب هما الرجال. عاد تزوجتي تدخل الحبس صافي، ما كاين فيها هذه، ما بقى اللي كيطيب، ما بقى اللي كيحجن، ما بقى اللي كيربي، ما بقى حتى واحد كيدير شي حاجه، كلشي ولا عاطي الزناقي، الفساد بالعطي الله، ما بقى حتى شي حاجه في هذه البلاد، حتى شي حاجه ما كتفرح. وهي من هذه الناحية، هي من واحد الناحية الأمور كيفاش كتشوفها، راه كتشوفها بهذا المنطق: المدونة، الزواج صعاب، ما بقاوش بنات الناس، ما كانش اللي تصبر معاك، بزاف ديال الأمور اللي كتخليك تقول بحال هاد الهضرة. ولكن إلا وصلت لواحد المرحلة أن هاد الفكرة دخلت لك للراس، أن إلا تزوجتي تمشي للحبس، بنات الناس ما بقاوش، وهادي ما عمرو غادي دير في الحياة ديالك شي حاجة، وغتبقى في بلاصتك وغتحرم راسك من واحد الأفكار اللي غادي غير يضيعوا لك حياتك. ما تبقاش تفكر سلبيا، فكر إيجابي، ودائما نقول أنه كاين بنات الناس، أنه الأمور راها مزيانة، مدونة الأسرة ما غاديش تأثر عليا، والله إلا لقينا مع اللي أحسن منا. راه كيقول لك الطيبون للطيبات، كنت مزيان ولد الناس أكيد ربي غادي يلاقيك بشي بنت الناس اللي تكون بحالك، اللي تصبر معاك، اللي توقف معاك، اللي تكون مرا ونص معاك. وهو راه عنده الصح في هذا الشيء اللي كيقول، حيت الحياة اللي كنعيشوها صعابت ودمرت من كاع الجوانب، ولكن مع ذلك الواحد ما يفقدش الامل وتكون عنده واحد النظرة إيجابية للحياة. هذا ما كان. صافي، من الاحسن بنادم يبقى زوفري ولا يعطي راسو الوجهه للاتحاد الاوروبي يدبر على راسهم، هنايا ما بقى ما يدار. صافي مكرفص بنادم، المغاربه كاملين مكرفصين، حتى شي واحد ما يكذب، المغاربه كلهم مكرفصين. والسلام عليكم. وهذيك الهضره ديال انك تبقى سيليباتير هضره خاويه بالنسبه لي انايا. بنادم بغى كيقولها في ساعه غضب، كيقول لك ايوا نبقى سيليباتير احسن ولا نمشي لوجهه الاوروبا. ها انت مشيت للوجهه ديال اوروبا، وها انت خدمت ودرت الفلوس، فاش غينفعوك الفلوس؟ فاش غادي تتمتع الا ما كنتش مستقر ومعك بنت الناس ومعك اسره ووليدات كتصرف عليهم وكتخدم عليهم؟ تقول لي انا نتهلا في والديا ونتهلا في راسي؟ مزيان، راك تزوجت ولا ما تزوجتش، سهل عليك الله في بنت الناس ولا ما سهلش عليك الله، راه خصك تهلا في والديك وتفرحهم وتخليهم دائما حداك وتدي الرضا ديالهم. ولكن بنادم غير كيبرد على راسو، كيقول لك نمشي لوجهه وندير الفلوس ونخدم ونخرج للمغرب. وهذه فعلا راه الزواج حاجه واجبه، شيء واجب، وبه كنكملوا الدين ديالنا بغينا ولا كرهنا. ما يمكنش انت غادي تقول لي بنات الناس ما كاينينش 100% كلشي، واخا تكون واحد النسبه كبيره ما كاينينش بنات الناس، ولكن راه كاينين بنات الناس. كما قلت لك، كون ولد الناس غادي يلاقيك ربي بنت الناس بحال. والواحد دائما تكون عنده نظره ايجابيه، ونوي الخير تلقى الخير. الله يسهل على الجميع. هذا هو الراي ديالي. بنادم ما يبقاش متشائم وسلبي 100%. كاع بزاف ما عمرك غادي تقدر تعيش الا بقيت متشائم وسلبي 100%، مهما كانت الظروف، مهما كانت الحياه.